رئاسة الجمهورية للتنفيذ إن شاء الله يعني 23 أو 24 مايو. لما تعرضت علي إقامة ندوة مثل هذا العنوان، كيف نختار سواء كان رئاسة الجمهورية أو كان أعضاء مجلس الشعب لو اعتبار إن إحنا هننتخب تاني مجلس الشعب أو مجلس الشورى، أو كيف نختار رئيس أي مؤسسة أو غيرها، فالمناسب لنا كطلبة في هذا السن إن إحنا نعرف إيه المعايير اللي بناء عليها إن إحنا بنختار رئيس لهذه المؤسسة، سواء كدولة ككل أو كمجلس شعب أو غيرها من المؤسسات المطلوب فيها إن إحنا نختار رئيس لها. فلقيت من المناسب بالفعل إن إحنا إزاي نعرف نختار، وخاصة في المرحلة المهمة اللي إحنا عايشين فيها. طبعا اللي حدث هذه المحاضرة أستاذ أفاضل من مركز حقوق الإنسان في بورسعيد، وأستاذ فاضل من كلية الخدمة الاجتماعية في بورسعيد، ونتمنى كلنا إن إحنا نستفيد. أنا عن نفسي أول المستفيدين من هذه الندوة اللي أتمنى إن هي تفيد الكل، وبالفعل أتوقع إن إحنا ممكن كلنا نستفيد منها في المرحلة الجاية.